هذه إذاعة إرنا. المستمعون والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 28 من يونيو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد الشريف وفي حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية، الجزء الثاني من تاريخه لمسيرة الفنان الإريتري الكبير عثمان عبد الرحيم، وذلك في مشواره الفني الطويل. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الموت يغيب المناضل الكبير علي محمد سعيد برحته. المبعوث الأمريكي يقول أن الانتقال إلى حكم مدني في السودان أولوية قصوى. وفاة الفنان التشكيلي السوداني حسان علي أحمد. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. غيب الموت في العاصمة البريطانية صباح يوم الأربعاء الماضي المناضل الكبير علي محمد سعيد برحته، ويعتبر المناضل الراحل من رموز النضال الإريتري، حيث ساهم مع القائد الشهيد عثمان صالح سبيه في تأسيس قوات التحرير الشعبية في سبعينات القرن الماضي. حصل المناضل الراحل على درجة الإجازة الجامعية في القانون من مصر، ودرجة الماجستير في القانون من الولايات المتحدة، وعمل أستاذا في مدرسة حرقيقو الثانوية، وأسهم علميا في الثورة الإريترية، حيث ترأس تحرير مجلة الثورة التي كانت تصدر في بيروت في السبعينات والثمانينات، وألف وترجم عدة كتب، منها كتاب من أجل ميثاق للتحرر الوطني، وكتاب هذا هو الحل، وترجم كتاب الاتحاد الفيدرالي عن اللغة الإنجليزية. رحم الله المناضل الراحل علي محمد سعيد برحته، وتغمده برحمته الواسعة، وألهم الشعب الإريتري وذويه ومحبيه الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في حوار أجراه الصحفي السوداني عثمان مرغني مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، ربط المبعوث الأمريكي عودة التعاون الدولي بين الولايات المتحدة والسودان بشرط الانتقال إلى حكم مدني متوافق عليه بين قطاعات الشعب السوداني. وقال: كل دول العالم تنتظر عودة الحكم المدني لمواصلة تعاونها مع السودان. وأردف: تشكيل حكومة مدنية يعتبر أولوية قصوى، ناصحا تجنب خوض المجلس العسكري في قضايا هي من صميم حكومة منتخبة. وقال السفير دونالد بوث في حوار خاص مع التيار قبل مغادرته السودان إلى أديس أبابا أن مهمتنا الأساسية هي دعم الوسطاء وتشجيع الحوار بين الأطراف. وأكد بوث أن توحيد الوساطة الإثيوبية والأفريقية مهم، لأن تعدد الوساطات يؤدي إلى إبطاء الحل. وقال: كنتم في المسار الصحيح حتى 3 يونيو، ولكن الأمور تعقدت كثيرا بعد أحداث ساحة الاعتصام، وطالب بتحقيق مستقل وعدم تكرار العنف في مواجهة المظاهرات مع ضمان الحريات وفتح شبكة الإنترنت. وأكدت أن بلاده جمدت الحوار مع السودان في انتظار اكتمال الانتقال السلمي إلى حكم مدني. توفي في العاصمة المصرية الفنان التشكيلي السوداني حسان علي أحمد في نهار يوم الأربعاء الماضي. والفنان حسان علي أحمد من أبرز التشكيليين السودانيين، حيث فاز بعدة جوائز عالمية، منها جائزة نوم العالمية لرسوم الأطفال. وحصل الفنان الراحل على الإجازة الجامعية والماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية، وعمل لسنوات طويلة في معرض الخرطوم قبل أن يغادر إلى القاهرة التي استقر بها منذ حوالي 30 عاما. ويعتبر الفنان الراحل حسان علي أحمد من رموز الفن التشكيلي التجريدي السوداني، وسبق له تمثيل بلاده في عدة معارض دولية للرسم، إضافة إلى تصميم أغلفة كتب وإعداده كتب للأطفال. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل،
بهذا الخبر نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيما يلي تذكيرنا بأبرز عناوينها. الموت يغيب المناضل الكبير علي محمد سعيد برحته. المبعوث الأمريكي للسودان يقول أن الانتقال إلى حكم مدني متوافق عليه أولوية قصوى. وأخيرا وفاة الفنان التشكيلي السوداني حسان علي أحمد. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مرحبا بكم آنساتي سيداتي سادتي إلى حلقة جديدة في برنامج نافذة ثقافية، ونواصل معكم سادتي من قطع من حديث في الحلقة التي عنوناها رحلة في حياة فنان، وكانت مع الفنان عثمان عبد الرحيم. فأهلا ومرحبا بكم سادتي إلى حلقة في النافذة الثقافية ورحلة في حياة فنان. هذه إذاعة إرينا. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم سادتي مجددا في هذه الحلقة. قبل الحديث سادتي ننوه على أن هذه الأغنية قدمها عثمان في ثمانينيات القرن الماضي وهو بالمملكة العربية السعودية، وعنوان الأغنية هو قلم. وفي الأغنية تظهر الرؤية الفلسفية في أشعار عثمان عبد الرحيم، حيث يقول إن أخبار اليوم هي تاريخ للأمس، وأن تاريخ الأمس أن تاريخ هذا اليوم كانت أخبار في الماضي. وكثير من الرؤية العميقة الفلسفية لو تتبعنا الأغنية، وهو وكأنه يقول: وخير جليس في الزمان كتاب ما يخطه القلم لن يمحي، وسرد كثير من الأشياء، وهي من الأغنيات النادرة في الحقيبة الفنية الإريترية، الأغاني التي فيها رؤية فلسفية. وعثمان ربما يكون ليس من الذين استحدثوا ذلك، فقد سبقه الكبار، ولكنه أكدها بطريقته العثمانية. عموما سادتي المستمعين، نعود فنقول: فقد توقفنا في الحلقة السابقة بأن رأي الشيخ عبد الرحيم رحمه الله كان الرفض التام لانخراط ابنه في عالم المغنى رغم ولعه وهيامه الجاهر به، أي الابن. حاول الأب زجره بل صده بعناد مرارا وتكرارا عن دنيواتها بإصرار وقوة أبوية. لكن الشيخ الوقور لم يفلح في مبتغاه، إذ ولد الابن هو الآخر شيخا للفن وسيدا للغناء، جاء يحمل كتابه الفني في يمينه، وفي يسراه إباء وشمم ثورة فنية أحدثت ما أحدثت من زلازل فنية مستحبة مستطابة، كما قال في واحدة من لقاءاته الفنان المخضرم جابر محمود. فقد أمعن الأب وأصر على صد ابنه بكل الوسائل، حتى بما يقدم عليه الآباء في مثل هكذا معترك أسري لين لأعناق النوازع والاتجاهات الصبوية الصبيانية، حتى إنه أي الشيخ رحمة الله عليه مارس التهديد والتلويح الفعلي بحرمان الابن من حقوق ما يتلقاه الأبناء من آبائهم ميراثا وحقوقا. إلا أن الفتى الفنان العنيد لم يزل آنذاك مستميتا في حصنه الفني، متمترسا في حضن والدته الحنون الحجة رحمة، نتمنى لها الصحة والعافية. وعيون المدينة سادتي أي أسمرة تقول الكثير المثير الخطر عن مواقف الشيخ إزاء شقوة الفتى الصبي وفنه الذي شغل الدنيا وملأ الناس، بل صدقه مع ما يعتمل في نفسه من وهج الفن وعشيرته أي الابن. أبدى عثمان تعلقه بأسوار الفن مهما وأيا كانت التهديدات الأبوية، ومهما علت غضبة الأهل والعشيرة. شيئا فشيئا سادتي ما كان بدا من الشيخ عبد الرحيم رجل الأعمال إلا الاستسلام، ليس لرغبة الفتى الجامحة، ولكن في رضا غير كامل، وكذلك سخطا غير وافر من دنيوات ابنه عثمان عبد الرحيم.
وهكذا حتى رحل الشيخ رحمه الله عن الدنيا بعد أن تبسم منشرحا راضيا عندما علم أن ابنه عثمان التحق بصفوف الثورة جبهة التحرير في مقارعة المستعمر القديم. انضم الكنار إلى صفوف الجند مقاتلا ثائرا يحمل صوته وبندقيته في صفوف الثوار ويلهج صادحا: يا شعبنا المغوار، يا زحفنا الجبار، الويل للغدار من غضبة الثوار، لشاعر الأغنية الرحمة والمغفرة أحمد سعد. وهنا كما قال عثمان: سر وجه أبيه الشيخ عبد الرحيم ودعا له بالصلاح رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ولكن قبل ذاك عزيز المستمع، والشيخ رجل الأعمال عبد الرحيم وهو بين السكوت والرفض، إذا بالفتى عثمان يتربع على عرش الفن بين سنة وضحاها. شمخ صوته في زمن العمالقة الكبار الذين لم يتيحوا المجال إلا لمن كان في صوته ووجدانه فنا حقيقيا. ورغم أن ميلاد عثمان الفني جاء بمثابة إعلان عن إطلالة صوت فني متميز في كل شيء، لكن الكبار لم يرحبوا به الترحيب الذي يليق به وهو إذ ذاك لم يزل في الربيع 17 من عمره إلا قليلا. وتأكيدا على ذلك سادتي، فالكبار من أمثال الأساتذة ألمي كحساي رئيس فرقة أسمرة أي ماتأ، والفنان تولد ردة، وتكابو ولد مريم، المؤسسين لفرقة أسمر الفنية، والأستاذ أسرس تسمى، وأتو برهان سجيد، والراحل الأستاذ الأمين عبد اللطيف، وجابر محمود، وغيرهم من نجوم الفن الأصيل، تأكيدا على أن ظهوره كان تحديا في دنيوات الفن والفنانين أي عثمان. رغم ذلك لم يرحبوا بالفتى القادم ترحيبا منتظرا به وليس رفضا معلنا أيضا، لكنهم تحججوا بعدم موافقة والده دخول ابنه عالم الفن ومجالاته لحاجة في نفس بعضهم وليس الكل، أو تبريرا لما تقدم به إلى لجنة النصوص آنذاك، حيث كانت الأغنية التي شدا بها على إيقاع الجويلة. فتعلل الكبار بأنهم لن يقبلوا في فرقتهم أو يجيزوا صوتا إلا من يتقدم بأغنية حديثة على إيقاع حديث معاصر. فما كان من الفتى سادتي وهو هكذا وفي نفسه أشياء وأشياء، ما كان من الفتى الوثاب إلا التوجه إلى العاصمة أديس أبابا ليلج عالم الفن من أوسع أبوابه. تعمد هو كما قال أن يفتتح دنياواته الفنية عن كفاءة واعتراف بأغنية راسخة لا تشيخ ولا تهرم مع الزمن، أغنية فقري عور أمينة تساقخ وياني دكاسو كاسييني. كان ذلك سادتي عام 1964. استمع إليه كبار وأساطين الفن في إثيوبيا، واستمع إليه الكبار كذلك في أسمرة الذين رفضوه. استمعوا إليه عبر أثير إذاعة أديس أبابا. ليس هذا وحسب، بل شوهد الفتى واستمع إليه صوتا فنيا معتليا خشبة المسرح القومي الإثيوبي، مسرح الإمبراطور هيلي سلاسي. وعلى الهواء تم نقل الحفل إلى عموم إثيوبيا وإريتريا إذاعيا، فقد تبارى في المنافسة كما قال عثمان كوكب من الشباب الواعد، وكانت بحق منافسة فنية كبرى وخطيرة بالنسبة له كما قال، ضمت مجموعة من الأصوات الفنية الإثيوبية، وكان عثمان الإريتري الوحيد في تلك المنافسة الخطيرة. هناك سادتي لفت صوت الفتى كل الأسماع وشغل الخلق الفني بين المدينتين أسمرة وأديس، حيث وجد في الأخرى بالذات قبولا لم يتوقعه حتى هو، فضلا عن الاعتراف به كفنان قادم بقوة وثقة إلى دنيا الفن وأهله وقبيلته. نجح عثمان كثالث أو ثاني صوت فائز عن جدارة واستحقاق ليسطع صوته
من بين الأصوات التي فاقت 20 صوتا متنافسا، حتى همس في أذنه أحد عمالقة الفن الإثيوبي قائلا له: إن الطريق أمامك مفروش بالنجاح يا محمود عبد الرحيم، ومستقبلك الفني مؤكد، شريطة أن تتغنى باللغة الأمهرية. وبالمناسبة سادتي، فإن قصة محمود أي أن عثمان تقدم إلى لجنة المنافسة تلك باسم محمود عبد الرحيم وليس عثمان عبد الرحيم، لحاجة في نفسه أو خوفا من والده أو تمويها لفرقة أسمر الفنية التي رفضته صوتا شابا في مسرح الغناء بالمبررات التي أوردنا جزءا منها. فكانت تلك وثبته الأولى فقري عور أمينة تساقه وياني دكاس أكاسيينة. أترككم معها سادتي، وللحديث بقية، فكونوا معنا سادتي المستمعين في هذه الحلقة من برنامج نافذة ثقافية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم مع إذاعة إرينا وحلقة في برنامج النافذة الثقافية، وهي رحلة في حياة الفنان المخضرم عثمان عبد الرحيم. عزيزي المستمع، تلك الأغنية تغنى بها عثمان سنة 64، وإذا ما قلنا هذه الأغنية لا تشيخ ربما لا نكون مبالغين. نعود سادتي إلى المدينة التي شهدت ميلاد عثمان، مدينة مصوع. فقد أهدى الفنان عثمان لحن الهوى والندى والجوى والنضار لهذه المدينة، شاطئ البحر المصوعي المغرم بالنواح والسنا والورود. جاءت أغنية أبكى تمام تسوع التي خلدت الشاطئ كما لم تخلد مدينة أخرى شاطئا من شطآنها، فكان زفافا لعروس البحر التي لا تشيخ أيضا. أبكى تمام تسوع تغادندس بحري، إحدى الخوالد والنمارق في حديقة الفن الإريتري الآسر الجاذب الرنان القليلة والشحيحة في الحقيبة الفنية الإريترية. مع الأسف شمخ سادتي عثمان في الأغنية التاريخية تلك مقدما بانوراما موسيقية، مصورا بعدسته الفنية الموقع المصوعي بدقة متناهية، والطقس وأوقات الأصيل وجراحة الهوى والغرام، مختتما إياها بنصيحة فنان كوته الدنيا بعذاب العشق والود والوله. ولأن اللحن والكلمات والتوزيع خرج من تلافيف القلب وتبرج نأمة مقمرة تعسجدت في نثيث البوح، فإن كل من يستمع إلى ذلك اللحن يعيش وهج الأغنية كما لو أنه عاش ذاك الغرام، وتسرب في شواطئ البحر المصوعي ذات يوم مكلوما مقتولا مشرورا غير مسرور. وهذا سر تألق عثمان عبد الرحيم فنا وشعرا. هذه إذاعة إرينا. المستمعون الكرام، نواصل معكم هذه الحلقة في برنامج النافذة الثقافية. طبعا هذا المقطع الذي استمعنا إليه من أغنية أبكى تمام تسوع ليس هو التسجيل الأول، لأن للعمر يعني شغله وأحكامه، فحتى السلم الذي كان يغني به عثمان هذه الأغنية لم يكن مستطابا عنده الآن، لم يتمكن أن يطلع إلى خارج، ولكن بحكم أنه هو عثمان يعني برضو تماهى ومشت الأغنية. ولكن إذا استمعنا إلى اللحن الأول فكان صوت وانطلاقة يعني حاجة الذين يعملون في مجال الفن يعلمون ذلك. ولكن سادتي دعونا نقول، فقد حكى لي عثمان في المقابلة التي أشرت إليها في الحلقة الأولى أن سر جمال أغنية أبكى تمام تسوع يكمن في المدخل اللحني العاطفي الذي يسبق اللحن الأساسي للأغنية، الذي يسري هكذا معادا مرتين ويجري على هذا النحو الذي المقطع الأول. فأنا لا أود ولا أحبذ أن أدخل باللحن، وقد استمعتم إلى عثمان قبل قليل، لكن عثمان قال أن المقطع فيه المدخل اللحن الأول لم يكن في صلب الأغنية أثناء التأليف بل وحتى التسجيل الأولي له، لكن عثمان أدخل المقطع سالف الذكر اللي فيه جرعة حزنية عميقة. قال: أخذت هذا المقطع بعد أن ذهب مع أحد أصدقائه في العاصمة أسمرة ليعزي أسرة فقدت ابنها،
وبينما هو في سرادق العزاء إذ به يستمع إلى نحيب وبكاء فقدت شابا أي ابنها وهو في ريعان الصبا والشباب. سمعها تتأوه باكية وفي صوتها ذلك المقطع الحزين. قال عثمان: تنبهت إلى جرعة الحزن الإنساني في بكائها، وقررت وأنا في سرادق الحزن أن أجعل من ذلك المقطع المدخل الذي يسبق اللحن الأساسي لأغنية أبكتما مسوع، بل وقررت أن يعاد المقطع مع نهاية كل كوبليه من الأغنية، لذا كما يقول لامس ذلك اللحن وجدان كل مستمع. نعم سادتي، أقول بدوري سيبقى اللحن كذلك مشحونا بالوجدان والحزن النبيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه صدر عن أم تبكي بحرقة وبصدق فتق ابنها العزيز. هكذا كان عثمان ولا يزال بحسه الفني الأصيل يصنع من الحزن فرحا باكيا ومن الفرح حزنا داميا، وسيأتي ذلك في أضابير الحديث في رحلة الفنان الخالد عثمان عبد الرحيم. جاء الفنان عثمان إلى الدنيا لأب يحمل في قلبه الكبير دنيا وعقيدة والتزام، مجملا بالقيم النبيلة الفاضلة، شيخا مترعا بما حباه من جمال الدنيا، فكان عثمان جزءا من ذلك العطاء، وإن تبدى في اللحن والغناء والجمال، وكلها أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى لنعيش دنيواتنا هذه في شيء من الجمال. هذه إذاعة إرنا. أيها الإخوة المستمعون، هكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج نافذة ثقافية. كنت معكم في الإعداد والتقديم أحمد شريف، وتحايا الزملاء في الهندسة والإخراج والإشراف فتح عثمان وبنيام سمعون. حلقتنا كانت عن الفنان عثمان عبد الرحيم. نتوقف هنا على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا، وفيما يلي أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الموت يغيب المناضل الكبير علي محمد سعيد برحته. غيب الموت في العاصمة البريطانية صباح يوم الأربعاء الماضي المناضل الكبير علي محمد سعيد برحته، ويعتبر المناضل الراحل من رموز النضال الإريتري، حيث ساهم مع القائد الشهيد عثمان صالح سبه في تأسيس قوات التحرير الشعبية في سبعينات القرن الماضي. المبعوث الأمريكي إلى السودان يقول أن الانتقال إلى حكم مدني متوافق عليه أولوية قصوى. في حوار أجراه الصحفي السوداني عثمان مرغني مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، ربط المبعوث عودة التعاون الدولي بين الولايات المتحدة والسودان بالانتقال إلى حكم مدني متوافق عليه بين قطاعات الشعب السوداني. وفاة الفنان التشكيلي السوداني حسان علي أحمد. توفي في العاصمة المصرية الفنان التشكيلي السوداني حسان علي أحمد في نهار يوم الأربعاء الماضي. والفنان حسان علي أحمد من أبرز التشكيليين السودانيين، حيث فاز بعدة جوائز عالمية، منها جائزة نوم العالمية لرسوم الأطفال. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وأذكركم مستمعي ومستمعات الأفاضل قبل ختام فقرات برنامجنا بأنكم دوما يمكنكم الكتابة إلينا، التواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتح عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.